صديقي عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام يا رب دايما. النهارده ان شاء الله احنا بنراجع مراجعه ليله الامتحان. خلاص يا صاحبي هانت. امبارح كان العربي اكيد بالنسبه لك، فانت كنت طالع منه هلكان، فعشان كده انا جيت النهارده قلت مبقاش ضاغط عليك واسجل لك الحصه ديت، برضو يمكن تكون بالنسبه لك عون ولا حاجه. بالنسبه لاصدقائي اللي موجودين على الاونلاين، طلاب الاحباء، الحصه دي هديه مني ليك، ملهاش اي حاجه خالص، ده بس عشان تراجع منهجك في السريع كده وتشوف ناقصك ايه. مهم جدا انك تكون مركز، وعشان خاطري ما تنامش، ما تطبقش قصدي النهارده، عشان امتحان بكره تبقى انت مركز فيه وواعي كل اسئلته وكل حاجته. تعالى نبدأ مراجعتنا. بس قبل ما نبدأ أنا حابب أقول حاجة. المراجعة دي كمان بدل ما هتبقى موجودة لطلبة الأونلاين بس أو الطلاب اللي موجودين معايا في السنتر، هي كمان هتكون هدية للطلاب اللي موجودين سواء كانوا عندي أو مش عندي في السناتر أو خارج السنتر أو من جميع أنحاء الجمهورية. فالمراجعة دي مهمة جدا. بعد إذنك أنا هحطها على اليوتيوب، فأنت بعد إذنك تابعها او ما تتابعهاش، دي حاجه ترجع لك، بس مهم جدا انك انت تركز فيها. شكرا. يلا بينا نبدا مراجعتنا. عزيزي الطالب، بدايتنا كده بتبدا الاول هنراجع بشويه حاجات صغيره، وهي البريفكس والسفكس بتاعت المنهج بتاعنا كتوتال، وبعد كده نبدا نخش واحده واحده. اولا وانت بتذاكر الكلمات، اتمنى ان حضرتك تبقى عارف ومدرك جدا ان الكلمات بتاعتنا كلها مهمه، بس مهم جدا ان انت تركز على بعض الحاجات اللي هتتسأل فيها في الامتحان، وانت واثق 100% ان الكلمات دي لازم تبقى انت فاهم شوية حاجات تخصها. زي ايه؟ زي السينونيمز اللي معناها الترادف او المرادفات، او الانتونيمز اللي هي المتضادات او عكس الكلمات. ولازم تفهم يعني ايه بريفكس اللي هي المقاطع البداية اللي هي بتيجي في اول الكلمة عشان تجيب عكسها او تجيب معنى اخر ليها، او تحول الكلمة نوع الكلمة من اسم لصفة او من صفة للادفيرب وهكذا، او تحط حاجة اسمها السفكس، وهي السفكس ديت تبقى الحاجات المقاطع اللي بتبقى في نهاية الكلمة عشان برضو تجيب عكسها او تحولها او يبقى البريفكس دي المقاطع البدية، والسفكس هي المقاطع النهائية، ودي اللي هنبدأ بيها دلوقتي. بالمناسبة هنبدأ بحاجة اسمها البريفكس. يعني ايه بريفكس؟ قال له مستر بريفكس دي المقصود بيها الآتي. قال البريفكس المقصود بيها، اعطيني كده ايه يا صديقي ثانية معلش اهو. قال البريفكس المقصود بيها المقاطع البادئة. يعني ايه المقاطع البادئة؟ هي شوية حروف او حرفين بيجوا اول الكلمة فبيحولوا معناها. يعني مثلا مقطع زي مقطع ان ده يو ان، قال لي ده بيغير الصفة ويجيب عكسها، يعني بيجي مع الصفة وبيغيرها. زي ايه؟ زي comfortable يعني مريح بقت uncomfortable. زي كلمة well بقت بمعنى صحيح او عنده صحة بقت unwell بقت بمعنى مريض. طيب زي كلمة pleasant يعني pleasant يعني مسرور، يبقى بقت unpleasant. نفس الكلام kind عطوف يبقى unkind غير عطوف، happy unhappy سعيد غير سعيد. يبقى مقطع زي المقطع ان ده بيجي في اول الصفة عشان يجيب عكسها. طيب مقطع تاني زي مقطع ماله قال لي برضو بيعكس الصفة، بينفي الصفة او الظرف، او ممكن تحول الفعل لفعل اخر. ازاي يعني يا مستر؟ بص كده، politely دي ايه؟ دي حال، دي adverb ظرف. طب عرفت منين ان هو ظرف؟ عشان اخره واي، هنعرف دلوقتي في السفكس. وكلمه polite اصلا معناها مؤدب، يبقى politely بطريقه مهذبه. لما اجي اقول لك impolitely يبقى عكست الكلمه، عكست الحال، بقت بطريقه غير مهذبه. possible يعني ممكن. possible يعني ايه؟ ممكن. طيب دلوقتي ممكن دي الصفه، عايز اعكسها هخليها impossible، اخليها ايه؟ impossible. خلي بالك بقى كلمه زي الكلمه بتاعت prove يعني يثبت، لما باجي بقول لك improve ده غير معنى الفعل تماما، فبقت improve بمعنى يطور. طيب نيجي هنا
للبريفكس برضو ان بيحول بعض الكلمات للعكس برضو، زي مثلا كلمة expensive تاني expensive تاني expensive يعني غالي، عايز اجيب عكسها بقت inexpensive رخيص. زي كلمة formal بمعنى رسمي، عشان اجيب عكسها تبقى informal غير رسمي. زي كلمة credible بمعنى يصدق، عكسها incredible يعني غير يصدق، يعني حاجة ملهاش مثيل. طيب نفس الكلام داس هنا بتعطي عكس المعنى برضو، معناها لا، تمام، وبتحول لفعل اخر. زي ايه؟ زي مثلا عندي able يعني قادر، يبقى عكسها disabled يعني عاجز. play يعني يعرض، يبقى يعني يلعب، غيرت المعنى بمجرد ما جيت قلت لك display يعني يعرض، تمام. agree بمعنى يوافق، بقت عكسها disagree يعني غير موافق. appointed يعني متفائل، بقت disappointed يعني خائب الامل. طيب cover بمعنى يغطي، تمام، او cover بمعنى غطاء، بقت discover بمعنى يكشف، تمام. فالنقطة دي مهمة جدا. سوري هنا في خطأ في الكتابة، فاحنا عايزين نصلح الخطأ ده. discover بمعنى يكتشف، تمام. طيب بقى الحته دي بقى مهمه جدا، لان هو سالك يا باشا، احنا في محافظه اسكندريه سالنا فيها السنه اللي فاتت في سؤال في التشوز، وكان السؤال له علاقه باويك واسليب، جايب لك كلمه اسليب وبيقول لك انا عايز عكسها، يبقى عكسها اويك. دي بقى بتحول بعض الافعال لصفه، وصفتها انها بتحول بعض الافعال لصفه. ازاي يعني؟ قال لي بص، ادي كلمه ويك بمعنى يستيقظ، لما اجي اقول لك اويك يبقى معناها مستيقظ او يقظ. لما اجي اقول لك سليب معناها ينام، لما اجي اقول لك اسليب معناها نائم، تمام الفكره. طيب كلمه ميكرو، ودي الكلمه الوحيده اللي موجوده معانا في البتاع ده، في كلمه ميكرو هي الكلمه الوحيده اللي موجوده معانا في اليونتس اللي موجوده دي، بمعنى صغير، اللي هي بتساوي كلمة تيني. طيب يبقى بتيجي مع ايه؟ قال لي مثلا بتيجي مع كلمة ميكروويف. ويف يعني موجة، ميكروويف يعني موجة مصغرة، او ممكن تحولها لاسم جهاز زي ما احنا بنشوف. ري دي معناها يعيد، تيجي قبل الفعل عشان معناها اعادة الفعل، يبقى ريد. ريبيلد، ريد يعني يقرأ، يبقى ريد اعادة القراءة او يعيد القراءة. build يعني يبني، يبقى rebuild بمعنى إعادة البناء. cycle يعني يدور، يبقى recycle يبقى يعيد التدوير. مهمة قوي. طيب x بتحول الفعل لفعل آخر، يعني change بمعنى يغير، غيرت المعنى بقى خالص اهو، أنا مش بغير، لما أجي أقول لك change معناه يتبادل. in نفس الفكرة، بتحول الاسم الفعل تاني اهو يا اولاد، بتحول الاسم لفعل تاني، بتحول الاسم لفعل، زي courage يعني شجاعه، encourage معنى يشجع، تمام. طيب ده كده كان من ناحيه البتاع ده البريفكس. تعالوا نشوفوا جزء من السفكس او السفكس اللي موجود عندنا، لان هم دول الاكتر في رايي يعني. خلاص تعالوا نشوفوا دول. السفكس عندي كتيرة جدا، فاحنا عايزين نعرف الاول يعني ايه سفكس، دي نقطة مهمة قوي. وتاني نقطة عايزك تركز معايا فيها كويس قوي، هو يعني ايه سفكس. السفكس ده زي ما في مقاطع حطيناها في البداية، عايزين مقاطع تانية نحطها في النهاية. صعبة كده؟ مفيش اي مشكلة، مقاطع حطيناها في البداية، مقاطع تانية بنحطها في النهاية، وكل مقطع هتحطه ليه وظيفة هنتسأل عليها. طب ما يلا بينا ركز معايا كده وشوف. اتش، طب ايه المقطع ده؟ قال لي ده اك، بيتقال اك. طب ماله المقطع ده؟ قال لي المقطع ده معناه ألم. معناه ايه؟ ألم. يبقى لما هيتحط على عضو من أعضاء الجسم يبقى معناه ألم في العضو ده. زي مثلا هاد يعني رأس، لما اجي اقول لك هيدك بقت صداع. طب السفكس التاني الاي ال ديت بتتحط في نهاية الكلمة عشان تحولها لصفة. تاني اهو، بتحط في نهاية الكلمة عشان تحولها لصفة. طب ما يلا بينا اديني مثال. تعالى، ميوزك يعني ايه؟ موسيقى. طب انا عايز اقول موسيقي، عايز احول الصفة يبقى ميوزيكال. تراديشن يعني تقليد، تراديشن يعني تقليد، يبقى انا عايزها تقليدي يبقى تراديشنال. طيب نفس الكلام كلمة انس هنا او السفكس انس بيحول الفعل الاسم.
طب ما تديني مثال. يلا تعالى اديك مثال. appear يعني يظهر. تمام، بقت appearance مظهر، اتحول من فعل الاسم. طيب bell هنا اللي هو BLE تحول الفعل او الاسم لصفة. comfort يعني يريح. comfortable بقت مريح. access يعني يصل او يتيح، بقت accessible بمعنى ممكن الوصول اليه. طيب مهمة، وانا بقول لك مهمة لازم تاخد بالك منها. طب تعالى هنا الاي دي والدي، قال الاي دي والدي تحول الفعل لصفة، وخد بالك مش اي صفة. يعني كنا خدنا في يونت 3 ان الصفات المنتهية بالاي دي هي الصفات اللي بتصف الانسان بشكل عام او بتصف العضو المتأثر. تمام، والعضو المؤثر كان بياخد الصفة اللي اخرها ING. هنيجي دلوقتي في الجرامر ونشوف الدنيا فيها ايه. طيب يبقى الاي دي لما بتتحط على بعض الكلمات او بعض الافعال بتحوله لصفات اكتر ما بتحوله للماضي. يعني هي بتحمل معنى الماضي، وهي ممكن تحطها كصفه. تمام، فانا عندي مثلا اي دي اهي trusted دي بقت موصوف بيه. decorate بمعنى يزين بقت decorated معناها مزين. excite يتحمس بقت excited متحمس. طيب الاي ار بتحول الفعل الاسم، وانا بسميها بالنسبه لي اسم الوظيفه. زي رب بمعنى يسرق بقت روبر بمعنى سارق. زي سبيك بمعنى مكبر صوت بقت سبيكر بمعنى سبيك بمعنى يتحدث بقت سبيكر بمعنى مكبر صوت. زي سيل يبيع بقت سيلر بائع. زي كاستم يعني يختار بقت كاستمر بمعنى زبون. زي انجن يعني يدير. تمام، بقت انجن بمعنى موتور بقت انجينير مهندس. زي تيتش يدرس بقت تيتشر مدرس. زي ريد يقرأ بقت ريدر قارئ. زي ليسن يسمع بقت ليسنر مستمع. يبقى انت هنا بتحط الاي ار عشان تحول الفعل لاسم او تغير الكلمة بتجيبها الاسم برضو، بس بشرط انه يكون بيتعبر عن ايه؟ وظيفة. طيب تعال نشوفوا الاي اس اي. الاي اس اي دي بتحول الاسم لصفه، وتقريبا هي ليها علاقه بالجنسيات فقط، او في المنهج بتاعك ما جاش غير على الجنسيات فقط. زي تشاينا تشاينيز، جابان جابانيز بس. يبقى انا عشان اجيب الصفه من كلمه جاباني يبقى انا هحط لها اي اس اي. عشان اجيب الادجكتيف to give the adjective from word مثلا China يبقى ESE Chinese. تمام، تضاف للصفة EST بتضاف للصفة لتجعلها تفضيل. يعني ايه يا مستر؟ فاكرين في يونت 2 كنا اخدنا المقارنة ما بين الصفات، واخدنا ان الصفات القصيرة بتاخد EST، يعني بتيجي قبلها ذا وبعدها EST. طب ما يلا بينا بص هنا long بتبقى زي longest، يبقى longest بمعنى الاطول حطينا لها اي اس تي. big كبير، انا عايز اخليها الاكبر يبقى انا هنا بتكلم ذا biggest الاكبر. طيب full بتيجي على الاسماء او بتيجي على الافعال عشان تجيب منهم صفات. وخلي بالك هنا معناها ان الصفة كتير جدا منها. يعني مثلا يوز بمعنى يستخدم، لما اجي احط لها فول بقت بمعنى مفيد، لان هو بكثير الاستخدام. طالما كثير الاستخدام يبقى اكيد هيكون مفيد. ادي نقطة. بيس بمعنى هادئ، بمعنى سلام. طب كثرة السلام وان انت مسالم ان انت سالم كده في نفسك دي اسم صح؟ يبقى انا عايز اخليها فول بيسفول بمعنى مسالم، هو بطبعه مسالم. ما انت فيك جواك سلام داخلي يبقى اكيد لازم تكون بيسفول. color بمعنى يلون او لون. طيب يجي معاها فول يبقى معناها ملون زاهي. طيب beauty ده الجمال، ده اسم. عشان تعرف بس الاصل بتاع الكلمة ايه، الاصل بتاع الكلمة كلمة بيوتي اهي اخرها واي، واي. انا عايز اخليها بيوتيفول، يعني انت عايز بيوتيفول يعني عايز تخلي ديت صفة صح؟ دي اسم جمال اهو، الجمال. خلاص عايز تخليها
صفة هنعمل ايه؟ شيل الواي لان قبلها صوت ساكن او حرف ساكن، حرف صوته ساكن. تمام؟ هنشيل الواي ونحط مكانها اي وحط بعدها كلمة فول فتبقى beautiful. جميل. تمام؟ صعب ده؟ لحد كده مفيش اي مشكلة معايا يا مستر. طيب الاي اي ان، الاي اي ان يا شباب بتتحط على بعض الحاجات المنتهية بالسي عشان تحولها لاسم، يعني تحولها لاسم وظيفي. زي ماثماتيك بقت ماثماتيشن، زي ميوزك بقت ميوزيشن. تمام؟ حطينا الاي اي ان هنا عشان نجيب الوظيفه مع الاتنين دول. وركز الكلمات دي مهمه والله العظيم مهمه، والمذكره معاك خليها معاك، افتحها وانت بتتابعني، افتحها تاني واقرا تاني، حتى لو سمعت الكلام ده مني 1000 مره معلش، في الاعاده افاده والتكرار بيعلم الشطار. يلا بينا. اي ان جي تحول الفعل لاسم او صفه، بتحوله لاسم او صفه. زي ايه؟ زي ما باجي بقول لك كده interest بمعنى ايه؟ يهتم. طب حط لها ان جي شيق. بليوت يعني ايه؟ يلوث. بليوتنج يعني ايه؟ تلوث. great يعني ايه؟ يحيي. greeting يعني ايه؟ تحيه. amaze يعني يذهل. amazing مذهل. بص هنا كل ما بحط الاي ان جي يا اما بتحول الفعل لاسم او بتحول الفعل لصفه. طيب تعال نشوف اي اس تي. اي اس تي دي اخدناها في يونت 5 وقلنا ان في اليونت دوت او في الاي اس تي ديت كان عندي كلمتين، كلمه ساينس وكلمه ارت. كلمه ساينس وكلمه ايه؟ ارت. لما كنا بنحط الاي اس تي في الاخر فكان بتبقى ساينتست بمعنى عالم، كنت بجيب منها الوظيفه برضو. يبقى الاي اس تي زيها زي الاي ار. زيها زي ايه؟ الاي ار. طب بتعمل ايه؟ بتجيب الوظيفه من الفعل اللي عندي او من الاسم اللي عندي. طب بص كده، ارت ده فن، عايز اجيب منها عايز اجيب منها الوظيفه هقول فنان، يبقى ارتست، حطيت لها اي اس تي. طب دي ساينس علوم، عايز اجيب اسم اللي هو الوظيفه بتاعتها اللي هي نقدر نقوله كده عالم، يبقى ساينتست. اي في اي بتيجي مع الفعل عشان تحوله لصفه. الاي في اي بتيجي في نهايه الفعل عشان تحوله لصفه. طب ما تديني مثال. بص كده، اتراكت. يعني ايه اتراكت؟ اتراكت يعني يجذب يا اولاد. كلمه اتراكت معناها يجذب. تمام؟ لما اجي اضيف الاي في اي ليها اصبحت بمعنى جذاب. اصبح بمعنى ايه؟ جذاب، مش جذاب واللي بيجذب بيروح النار، لا جذاب يعني قلشه رخيصه. ركز معايا. كرييت بمعنى يخلق او يبتكر او يبدع. طب انا دلوقتي حطيت لها اي في اي، شلت الاي في الاخر وحطيت لها اي في اي، بقت بمعنى كرييتيف بمعنى مبدع. لس. شو فاكر فول اللي احنا اتكلمنا عنها دي؟ قلت لك بتحول الاسم لصفه، صح؟ حلو الكلام. هياها قلت لك احنا هنا بنتكلم عن تكرار الصفه. هياها لو انا جيت قلت لك عكسها. يعني مثلا انا عندي كير بمعنى يحرص، لو انا جيت حطيت قلت لك كيرفول بمعنى حريص، لان هو بيحرص كتير، صح؟ فول جاي من فول اللي هي كتير يعني. طب لس بمعنى اقل، يبقى لما انا اكون قليل الحرص هكون مهمل، يبقى كيرلس. فهمت الفكره؟ فهمت انا قصدي ايه؟ يبقى العكس بتاع فول لس، العكس بتاع فول لس. فركز هنا، دول مرتبطين ببعض، فول ولس. طيب ال واي بتحول الصفه لحال. يلا بينا. warm warmly، like luck luckily، clear clearly، deep deeply، first firstly، normal normally، recent recently، final finally. صعب ده؟ طيب نيجي لهنا. mint. mint دي وظيفتها انها بتحول الفعل لاسم. زي achieve بمعنى يحقق، بقت achievement بمعنى حقق، سوري بمعنى انجاز. pave بمعنى pavement بمعنى رصيف، برضو اخرها ment. نس. نس دي بتحول سوري الصفه لاسم،
وظيفتها انها بتحول الصفة لاسم. طب ما يلا بينا. weakness يعني ضعيف، يبقى weakness ضعف. kind طيبة، طيب او عطوف، بقت kindness بمعنى طيبة. sweet حلاوة او عذوبة او جميل، بقت بمعنى sweetness. sweet يعني حلو، بقت sweetness. happy سعيد، اخرها واي وقبلها حرف صوته ساكن، يبقى شيل الواي وحط مكانه اي ونحط لها نس فتبقى happiness سعادة. المريض بقت illness مرض. dark ضلمة او مظلم، بقت darkness ظلام. quiet هادئ، يبقى quietness هدوء. طيب or بتعمل نفس العمل، اديني ثانية كده. نيجي للجزئية التانية. الجزئية التانية برضو مهمة اهو. عندي or زيها زي الاي ار والاي اس تي، بتحول الفعل الاسم، بس بتجيب لك برضو وظيفة. يعني spectator بمعنى مشاهد او متفرج. competitor جاي من كلمة compete او من فعل compete عشان يبقى معناها منافس. فهمت الفكرة؟ طيب ship دي بتتحط على شوية كلمات، يعني مثلا scholarship يبقى منحة دراسية. champion بطولة، بقت championship. champion يعني بطل. طيب بقت championship بطولة. friend صديق، بقت friendship صداقة. التي بتحول الفعل الاسم. ازاي يعني مستر؟ هي في كلمة واحدة اتذكرت في المنهج وهي كلمة complain بمعنى يشتكي، ودي كان فيها 3 بالمناسبة. بقت شكوى complaint. تاني بقت ايه؟ شكوى complaint. طيب الواي بس حرف كده بتحول الكلمة لصفة أو اسم، زي ايه؟ wealth wealthy، health healthy، noise noisy، foggy، deliver بقت delivery. تمام. الاي او ان ودي مهمة برضو من ضمن الحاجات المهمة، بتحول الفعل الاسم زي congratulate بمعنى يهنئ، بقت congratulation بمعنى تهنئة. زي pollute بمعنى يلوث، بقت pollution بمعنى تلوث. زي suggest بقت بمعنى يقترح، بقت suggestion بمعنى اقتراح. اتفقنا؟ خلصت، بسيطة خالص. يبقى آخر حاجة معانا وهي كلمة historic. ال CAL، السفكس CAL اللي بيحول الاسم لصفة زي history historical. تمام؟ اهو كده احنا خلصنا السفكس كلها. تعالى معايا نشوف اللي بعد كده. نيجي بعد كده لجدول السينونيم والانتونيمز. السينونيم والانتونيمز جدول الترادف والعكس. والتضاد ده مهم برضو، لان لازم يجي لك سؤال منهم في الامتحان، فانت لازم تكون واثق فيه. انت كل اللي عليك هتعمل ايه؟ هتاخد الكلام كده attractive beautiful ugly. عملت ايه؟ attractive beautiful معناها ugly عكسها. اطلع عليها بس. big large small يقول لك انا عايز، يقول لك كده انا عايز اجيب الانتونيم بتاع حاجه. تمام. الانتونيم بقى دي بتساوي شويه كلمات زي ايه؟ زي مثلا لما يجي يقول لك انا عايز الاوبوزيت. تمام. عايز العكس، عكس الكلمه دي. تمام. او ممكن يجي يقول لي انا عايز مثلا الكلمه دي، يحط لك كلمه كده، يسالك في السينونيم بقى في الترادف، يقول لك انا عايز الكلمه ديت means نقط. يبقى means هنا معناها يعني، يبقى هو عايز معنى الكلمه. ممكن يجي يقولها لي ازاي؟ has the same meaning of، عندها نفس المعنى لكلمة نقط. يبقى برضه هو عايز ايه؟ السينونيم. يبقى جدول السينونيم ده اللي موجود معاك في المذكرة اللي انت اخدتها مهم قوي، مهم قوي 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 قوي. يبقى لازم اراجعه كله، مش ناقص مني كلمة. لازم ايه؟ اراجعه كله وما ينقص مني كلمة. تعال نشوف المهم بقى هنا. السؤال بتاع الاختيارات
بيسألني في كذا حاجة، خلي بالك. ومن ضمن الحاجات المهمة اللي هيسألني فيها هي الديفينيشنز. يعني ايه ديفينيشنز؟ قال لي ديفينيشنز معناها تعريفات. طيب انا عايز اشوف التعريفات دي يا مستر، هعملها ازاي؟ سؤال مهم. اربط التعريفات بكلمات عشان تعرف تذاكر كويس. يعني مثلا انا عندي بوتانيكال جاردن، حدائق نباتية، يبقى انا لازم اربطها بايه؟ اربطها بتريز و other interesting plants. شفت انا علمت على ايه؟ كلمتين اتنين بس. انت نفس الكلام هتعلم على كلمتين برضو عشان تعرف تذاكر الورقة دي كويس. يبقى الديفينيشنز دول مهمين برضو بالنسبة لي، ولازم حضرتك تذاكرهم كويس قوي، لان هتعلم على كل حاجة. اكواريوم يعني متحف الاحياء المائية، يعني حوض اسماك، يبقى لازم يكون مرتبط ببيوتيفول سي بيوتيفول فيش. بص انا عملت ايه؟ خدت كل ديفينيشن اللي انا بذاكره، حطيت الكلمات الدالة عليه، او حطيت خط تحت الكلمات الدالة عليه. مهم جدا الكلمات دي. طبعا مش هنضيع وقتنا في الفيديو في مراجعة الكلمات، لان انت اوريدي معاك النوت بتاعتنا او المذكرة بتاعتنا اللي فيها الكلمات دي كلها. تعالى بقى المهم دلوقتي، بعيدا ان انت كده عرفت ازاي هتلم الكلمات بتاعتك كلها، ودي هتاخد منك بالظبط ساعة. طيب رقم 1، الكلمات هتتجاوب فين؟ هتتجاوب ب3 درجات بس في سؤال اللي تشوز فقط لا غير. تمام؟ تعالى نخشوا على المرحلة الأهم وهي الجرامر. A few moments later. رجعنا لبعض تاني يا شباب، والمرة دي احنا هنراجع الجرامر زي ما قلت لك. يلا بينا نبدأ بأول درس كان في يونت 1، وهو اللي بيتكلم كان عن البريبوزيشنز بتاعت حروف جر المكان أو الزمان. أخدنا ده طبعا في حروف جر الزمان حاجة مهمة جدا، وهي الحقيقة 3 حروف، وهما in وon وat. in وon وايه؟ وات. خدنا ان in ديت بتيجي مع الفترات الزمنية الكبيرة، او فترات اليوم الغير محددة بالساعات، او الشهور، او المواسم، او اللي هم الفصول يعني، او السنين، او القرون، او اوقات معينة في اليوم. زي مثلا لما اجي اقول لك in the morning, in the evening, in the afternoon، ده كده معناه الفترات بتاعت اليوم. لكن لما اجي اقول لك في شهر مثلا زي شهر in April in 2025 في سنة 2025، in winter في الشتاء، in the 8th century في القرن الثامن، او ان اقول لك in the past في الماضي، او in the beginning. لو انت خدت بالك من الفترات دي كلها فترات كبيرة، كلها فترات مش محددة تحديدا تفصيليا. طيب مع الايام والتواريخ بناخد دايما كلمة on، التاريخ الكامل واليوم بتاع الاسبوع بناخد دايما كلمة on. وخلي بالك بناخدها كمان مع الايام المعرفة. يعني ايه الايام المعرفة؟ الايام المعروفه سوري. يعني الايام المعروفه زي مثلا يوم عيد الام، ده ماذرز داي، يبقى on ماذرز داي لان هو يوم معروف. تمام. يوم الزفاف wedding day، يبقى on wedding day. تمام. يبقى انا هنا مثلا اهو on Sunday on November 18 1986. تمام. 1986 نوفمبر. لما اجي اقول لك يوم الحد، او اجي اقول لك 18 نوفمبر 1986، ده في الايام والتواريخ. طب لو اجي جيت قلت لك اون بتيجي كمان مع الايام، زي مثلا نيو ييرز داي يوم راس السنه، او اون ماي birthday في يوم عيد ميلادي، ده اي يوم برضو معروف. تمام. طيب ناخده مع كلمه ات بقى هنا نفس الفكره. نفس الفكره. ازاي يعني يا مستر؟ بتيجي مع الساعات والفترات الخاصة، الحاجات الصغيرة بقى، الكميات الصغيرة دي من الوقت. زي لما اجي اقول لك الساعة 6 يبقى دي ساعة تاخد نون الفجر ده محدد بساعة. نون ده الفجر محدد بايه؟ بساعة، يبقى ياخد ميد داي منتصف النهار يعني الساعة 12، يبقى انا باخد ميد داي. ميد نايت منتصف الليل يعني الساعة 12 بالليل، يبقى برضو ياخد محددة بساعة زي ما قلت لك. او at night او في المساء. انا هنا evening ده المساء كله مثلا 6 ساعات. يمكن نايت ده بيبقى 3 ساعات بس، اللي هو ما لحد الميد نايت، يعني من 10 مثلا ل 12. طيب او at the end of في نهاية شيء ما، او ممكن نقوله at the weekend او on the weekend على حسب الجملة بتاعتك بتقول ايه. at the moment في اللحظة،
او at the minute في دقيقة او at the present في الحاضر. كل ده عبارة عن تعبيرات بتعبر عن كلمة at الخاصة بالوقت. طيب تعالى نشوفوا الحروف الجر بقى الخاصة بالمكان، والحقيقة دي مهمة قوي. تمام؟ لان انت بتتلخبط فيها. يعني الزمن ده سهل، الفترات الكبيرة بتاخد ان، الفترات الصغيرة بتاخد at، اللي في النص الايام والتاريخ الكامل بياخد on. طب تعالى هنا، لو انا حروف جر المكان، نتكلم على حروف جر المكان باستخدام برضو in و on و at. ها يلا بينا. in هتيجي مع قارات، دول، مدن، داخل، الاماكن. تاني، قارات، مدن، دول، داخل، الاماكن. يعني ايه؟ تيجي مع اي قارة، تيجي مع اي مكان انت تقدر تبقى قاعد جواه، زي مثلا in a boat، in a flat، in the water في المية، in a car. تمام؟ طيب in a shop، in a room، in a garden، اي مكان ينفع اكون انا جوه فيه حاجة صغيرة. ولاحظ ان الاماكن الصغيرة دي دايما هتكون معرفة. لاحظ ان الاماكن الصغيرة دي دايما هتكون معرفة. يعني ايه يا مستر معرفة؟ يعني من الاخر كده، بص كده يا معلم، الاماكن الصغيرة عندنا بتاخد at. تاني، الاماكن الصغيرة في الانجليزي عندنا بتاخد at. طيب انا هنا عندي هنا ايه؟ جاية مع كلمة شوب، وجاية مع كلمة روم، وجاية مع كلمة جاردن. طب ما دي اماكن صغيرة. وجاية مع كلمة سكول، ودي اماكن صغيرة. لازم تلاقيها معرفة كده، زي ذا، زي 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 ذا، زي برضه. فهمنا الفكرة؟ يبقى لازم تلاقي ان بتيجي مع الاماكن الكبيرة بس، حلو، والاماكن الصغيرة المعرفة. طيب نكمل. نشوفوا اللي بعده. اللي بعده بيقول لي هنا on. طيب on للإشارة إلى مكان الشيء بالنسبة لسطح أو خط طريق نهر. يعني إيه الكلام ده مستر؟ قال لي بص كده يا معلم، ده كده سطح، أي حاجة هتقف هنا تمام يبقى ده ياخد on. أي شيء هيقف على مكان عالي تمام هياخد on. أهو I left on my book، أنا وضعت أو سبت كتابي on the table، على الترابيزة، يبقى ده ليها سطح. The school is on a very busy road، يبقى ده line، هي المدرسة موجودة على شارع، أهو الشارع ده on. تمام؟ برضو تيجي مع كلمة on the corner، وهنتدرج ليها دلوقتي. نيجي للي بعده at بقى. at بتيجي قبل الأماكن الصغيرة والتجمعات للإشارة للموقع كنقطة. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا معلم، اي مكان صغير ياخد at. خلاص؟ at a football match، at the doctors، at home، at work، at school، at university، at college. يبقى الاماكن الصغيرة دايما بتاخد ايه؟ at. ما ينفعش نستخدم حروف جر قبل الكلمات دي بقى. next، last، these، one، any، each، every، some، all ما ينفعش يجي قبلها اي حرف من الحروف الجر السابقه. طيب نيجي للدرس الثاني، وهو الدرس اللي ليه علاقه بحاجه اسمها البريزنت سيمبل، زمن المضارع البسيط. ويلا بينا عشان ده ايه مهم قوي او مش مهم قوي بالنسبه لنا، لان هو ذكره لحته صغيره. انا بتكلم دلوقتي عن التايم تيبل. التايم تيبل دي المواعيد الثابته، اللي هي الميعاد اللي زي ندي لك ميعاد درس مثلا. هل الميعاد ده بيخص بشر؟ قال لي لا، ما بيخصش بشر يا مستر، ولكن بيخص اشياء. الاشياء دي بقى عشان اعبر عن المواعيد بتاعتها بستخدم البريزنت سيمبل، زمن المضارع البسيط. طب زمن المضارع البسيط ده بيتكون من ايه؟ قال لي زمن المضارع البسيط ده مستر بيتكون من حاجتين، يا مصدر منتهي باس او اي اس او اي اس. طب امتى بياخد المصدر بس؟ قال لي بياخد المصدر بس مع اي والجمع. امتى بياخد المصدر اللي اخره اس؟ قال لي بياخده مع المفرد. تمام؟ صعب دوت. يبقى ما هو كاتب لك مع هي وشي وإيت، ده الفاعل بيكون جمله مفرد، يبقى لازم ياخد مصدر اخره اس.
طب يبقى تاني كده واحدة واحدة. المضارع البسيط هدفي هنا ان اعبر عنه بايه، او اعبر ايه في المضارع البسيط؟ هو بيعبر عن حاجتين، الحقائق والعادات، زود عليهم التالتة المواعيد الثابتة. يبقى يوم ما تلاقي ميعاد ثابت لشيء غير عاقل على طول وانت مغمض، مضارع بسيط بريزنت سيمبل. يبقى في الحالة دي ياخد مصدر او مصدر اخره اس. امتى مصدر؟ مع اي والجمع. امتى مصدر اخره اس؟ مع المفرد. طيب اللي بعده تعال نشوفه. قال لي بيتنفى بايه الزمن ده؟ تعال قال لي الزمن ده بيتنفى بدونت ودازنت. بيتنفى بايه؟ بدونت ودازنت. وهنا اهو كاتب لك هو بيستخدم في ايه. في السؤال لازم يجي اداه دو داز فاعل مصدر، وركز في النقطه دي كويس قوي. الدرس الثاني وهو درس كان في يونت 2 كان بيتكلم عن الادجكتيفز، كان بيتكلم عن الصفات، وقلت لك ان انا عندي نوعين من الصفات، صفات قصيره وصفات طويله. الصفات القصيره دي هي صفات ذات مقطع واحد، والصفات الطويله دي ذات مقطعين او اكثر. طيب بما ان احنا بنتكلم في المقارنه ما بين الصفات، بص كده. الصفه القصيره تاخد الصفه اي بعدها هذان. تاني صفه قصيره، الصفات القصيرة بتتقال بالمقطع واحد، وفهمنا يعني ايه مقطع واحد. مقطع واحد يعني انا هقول الكلمة مرة واحدة. مقطع 2 أو 3 يبقى انا بقسم الكلمة على عدد مقاطع. وبعض مننا بيقول ايه بقى يا باشا؟ عدها بالحروف المتحركة، لان الحروف المتحركة هي اللي متحكمة في طول وقصر المقاطع. فانا عندي كلمة تول وعندي كلمة هاي، الكلمتين دول بيهم حرف متحرك واحد، صوت متحرك واحد، يبقى دي صفة قصيرة. لكن مثلا عندي كلمة مثلا زي كلمة expensive. expensive هنا فيها كام حرف متحرك؟ 1 2 3، يبقى 3 مقاطع expensive. اهو بقسمها ل3 مقاطع expensive. تمام؟ يبقى انت في الحالة دي مهم جدا انك تخلي بالك عن الطويل وعن القصير. قال لي في حالة القصير في حالة المقارنة اي 4 ده هذان. القصير مش محتاج الحروف يا ولاد. يعني ايه القصير محتاج لحروف يا ولاد. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي يعني اي صفة قصيرة بتحتاج حروف تانية لاضافتها في اي حاجة، فانا بحط لها الاي ار بعدها كلمة زان. مثلا ماونت ايفرست، قمة جبل ايفرست مثلا is higher than ماونت كينيا، هو اطول من او مرتفع عن ماونت كينيا. بص هاي صفة قصيرة خدت اي ار بعدها زان. طيب في التفضيل مع الصفات القصيرة بنستخدم بقى الصفة يجي قبلها ذا وبعدها اي اس تي، يبقى ذا اي الصفة اي اس تي. زي ايه؟ زي كليفر. كليفر يعني ايه؟ كليفر يعني ذكي او ماهر. قصيرة ولا طويلة؟ قصيرة يا مستر. طب ما يلا بينا، انا عايز اقول ان احمد هو انا طبعا اذكى ولد. يلا يبقى احمد is the cleverest boy. صعبة؟ مش صعبة. طيب عايز اقول ان شيتا اللي هي الفهد بيكون is the fastest animal. بص fast سريع، صفة قصيرة محتاجة لحروف زيادة، صفة قصيرة محتاجة لحروف زيادة. يبقى في التفضيل ناخده ذا زائد الصفة زائد الاي اس تي. طيب نيجي بقى للعكس في المقارنة الطويلة. في المقارنة مع الصفات الطويلة اللي فيها أكتر من مقطع بيبقى معانا في المقارنة more بمعنى أكثر، less بمعنى أقل، ونحط الصفة الطويلة زين. الصفة الطويلة مش محتاجة ليه حروف، الصفة الطويلة مش محتاجة ليه حروف. يعني ايه؟ ما ينفعش أحط على الصفة الطويلة حروف زيادة، ولكن أنا بحط كلمات. إزاي يعني؟ أنا كنت في الأول لما باجي بقول لك long يعني طويل، longer أطول، يبقى أنا هنا بجيب الأكتر صح؟ طب لو أنا عندي expensive يعني غالي، طب أنا عايز أقول أغلى، طب أنا عايز أقول أقل غلاء. هنا دي بقى اللي بنتحكم فيها بمور بمعنى أكثر وليس اللي بمعنى أقل. بعد كده بتحط الصفة الطويلة في النص ثم كلمة زين. يلا بينا ناخد المثال. televisions are expensive. يبقى عايز اقول ان التلفزيونات اكتر من الكيتلز، اغلى منهم. يبقى انا ساعتها هقول ايه؟ are more expensive than. ليه يا مستر؟ قال لي عشان انت هنا
televisions بمعنى تلفزيونات. expensive دي كلمة طويلة، صفة طويلة، يبقى بتاخد more أو less. طب التلفزيونات أغلى ولا الغلايات؟ الكاتل اللي عندك في البيت؟ لا، أكيد التلفزيونات. يبقى التلفزيونات أكثر غلاء من الكيتلز. طب أسوان is less crowded than كايرو. أسوان بتكون أقل ازدحاما من القاهرة. طب ما crowded دي معناها مزدحم. طب صفة طويلة ولا قصيرة؟ صفة طويلة. طب يبقى أنا في الحالة دي عايز أقول أسوان إنها أقل، يبقى less than، والصفة في النص زي ما هي. أما بقى في صيغة التفضيل، في صيغة التفضيل دايما بيكون فيها واحد بس. يبقى أنا هنا more و less تبقى the most the least. the most بمعنى الأكثر وthe least بمعنى الأقل. the most بمعنى الأكثر the least بمعنى الأقل. وراهم إيه؟ الصفة الطويلة. زي مثلا بيقول لك أو the most useful thing، أكثر إفادة أو الشيء الأكثر استخداما. تمام؟ in my kitchen في المطبخ بتاعي is a fridge، هو التلاجة. تمام؟ فهمنا الفكرة؟ يبقى الأعلى والأقل. أما بقى في التساوي بناخدوا الاتنين مع بعض ما بين as و as، سواء كان صفة طويلة أو صفة قصيرة. My phone is heavy as yours، يعني التليفون بتاعي والتليفون بتاعك احنا الاتنين تقيل زي بعض. The TV is as expensive as the computer، التلفزيون غالي زيه زي الكمبيوتر. تساوي ومقارنة ما بين الصفات طويلة. طيب تعال بقى معايا لجزئية تانية، ودي جزئية بقى مش مهمة، جزئية في الجهود. ركز، أنا عندي فاعلين بيشتركوا في حاجة، وعندي فاعلين واحد منهم ممكن يعمل حاجة والتاني أو التاني ممكن يعملها. يعني هختار واحد ما بين الاتنين، أو إن الاتنين مع بعض، أو الاتنين مش هيعملوا الحاجة. أعمل إيه؟ بص يا معلم، بنستخدم both either neither none. both either neither none. طب هعملها ازاي للتحدث عن شيئين أو شخصين؟ ازاي يا مستر؟ بص يا معلم، صلى على النبي. سامعك اللي ما بتصليش، صلي على النبي عشان ربنا يكرمك بكره. بص يا معلم كده، شايف بوس؟ الرابط بتاعها and، فعلها دايما جمع. يبقى بوس الرابط بتاعها and، فعلها دايما جمع. تاني، بوس الرابط بتاعها and، فعلها دايما جمع. شايف either؟ الرابط بتاعها اور، فعلها دايما مفرد يتبع الفاعل التاني. ايه يا مستر؟ ده تاني اهو، تاني. في بوس الاتنين هما اللي بيعملوا. تمام. فايزر ونايزر الاتنين واحد فيهم اللي بيعمل. يعني انا باخد الفعل التاني في الجملة وهو اللي اكون عليه الحاجة، اشوفه مفرد ولا جمع. طب نايزر مستر تاخد نور، الرابط بتاعها نور، يبقى بوس اند. بوس الرابط بتاعها اند، ايزر الرابط بتاعها اور، نايزر الرابط بتاعها نور. طيب بوس دايما فعلها ايه؟ جمع. طب ايزر نايزر مبني على الفاعل التاني، مبني على الشيء التاني. نون دايما بتيجي معاها اوف. تمام. وغالبا الفعل بتاعها بيكون مفرد. طب ما تيجي نشوف، تعال نشوفوا امثله. بص يا صاحبي، بوس نحلل الامثله اللي معانا دي. بوس كلا. تمام. خدت الرابط ايه؟ اند. آية ورضا، والاتنين خدوا فعل جمع. طيب بوز اوف خدت اسم جمع او تاخد اسم مفعول، بس خليك ركز معايا عشان دول مش مهمين قوي، يعني الاهم الروابط دي لان هو اكيد هيلخبطك فيهم. نايزر بتاخد نور كرابط. بص هنا، الفاعل الاول آية، الفعل التاني رضا. الفعل هيجي على ايه؟ بناء على الفعل التاني. هي رضا دي مفرد ولا جمع؟ مفرد، خدت ايز. طيب بص هنا، نايزر بوي الفاعل بتاعي مفرد فخد هاز.
ايزر. ها ايمن والرضا، الرضا ده ايه؟ هي خدت اور اهي ايزر، بس الرضا ده ايه؟ مفرد، يبقى هياخد ايز. تمام؟ صعب ده؟ مهم جدا انك تكون مركز في الجزئيه الجايه دي. الدرس اللي بعد كده وهو درس مهم وعامل لك جلبه، وهو الدرس اللي ليه علاقه بالعلاقه ما بين الباست سيمبل والباست كونتينوس. الباست سيمبل والباست ايه؟ كونتينوس. عايزك تركز معايا. باست سيمبل ماضي بسيط تصريف تاني للفعل، وكنت انا بغنيها لك واقول لك زمن الماضي البسيط يتكون من التصريف التاني للفعل، والتصريف التاني نوعين، مصدر اخره دي اي دي او اي اي دي. اما النوع التاني شواذ تحفظ كما هي، نفي كان بكلمتين didn't will مصدر، السؤال عليه بيديد اداة ديد فاعل مصدر. صعب كده؟ الكلمات الدالة عليه yesterday يعني امبارح، last مدة ago، in واي سنة في الماضي اخرهم يبقى once يعني ذات مرة. مش ده اللي احنا كنا بنقوله؟ الله الله، برافو يا حبيبي، برافو يا حبيبي، ما شاء الله يا محيي. ابنك مش محتاج نشيط اطفال، ابنك محتاج يغني على نفقة الدولة. حبيبي يا محيي. ولكن ظهر نوع تاني من الماضي اسمه الماضي المستمر، معناه ان كان في حدث في الماضي مستمر وقطعه حدث تاني او انتهى. انا عايز اعبر عن فترة استمرار الفعل. عايز اقول ان احمد كان بياكل امبارح الساعة 3، عايز اقول ان احمد كان بياكل النهاردة الساعة 5، امبارح الساعة 5. تمام؟ ده استمرار الفعل. ده استمرار ايه يا ولاد؟ الفعل. في الحالة دي هعمل ايه؟ قال لي هتربط ده بالماضي المستمر. نشأت العلاقة ما بينهم. اسمع اللي هقوله لك. تقاطع خالف الزمن. التقاطع خالف الزمن. تاني، التقاطع خالف الزمن. التوازي شبه الزمن. تاني، التقاطع خالف الزمن. التشابه شبه الزمن. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ التوازي سوري التوازي هو اللي شبه الزمن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه يا مستر التقاطع خالف الزمن؟ قال لي يعني انا دلوقتي بتكلم عن رابطين while وas when. while وas دول اخوات، when لوحدها. حلو؟ while 1 2 3 4 5 5 حروف، يبقى دايما كلمة مستمر وراها. دايما كلمة مستمر ايه؟ وراها. انا عايزك دلوقتي، مش وقت شرح من البداية، انا شرحت الكلام ده بالتفصيل الممل وقعدنا حصة ساعتين بنشرح فيهم عشان افهمك للي جاي، عشان الثانوية العامة يا صاحبي. ولكن انا عايزك يا صاحبي تركز دلوقتي. while 5 حروف، مستمر 5 حروف، يبقى while لازم يجي وراها مستمر. when 4 حروف، بسيط 4 حروف، يبقى بسيط، يبقى when لازم يجي وراها بسيط، يبقى while بيجي وراها مستمر، when بيجي وراها بسيط دايما. بالراحة. لو الحدثين قطعوا بعض الزمن مش متشابه. يعني مش ده حدث اهو، my sister dropped the fork وقعت الشوكة while she was eating، بينما كانت هي بتاكل. ايه اللي قطع الاكل؟ ان الشوكة وقعت، صح؟ يبقى ده حدث قطع التاني. ايوه، يبقى في الحالة دي مستمر بسيط. حدث قطع التاني وفي الرابط بتاعي وايل، يبقى بعد وايل بيجي مستمر، تبقى الجملة التانية ايه؟ بسيط، عشان قطعوا بعض. طيب لو كان عندي الحدث مع وين بيجي وراه بسيط، هعمل ايه؟ قال لي بص كده، he was watching TV when the light went out. هو كان بيتفرج على التلفزيون، قطع التلفزيون، النور قطع. هو النور قطع علينا ولا ايه؟ رجع تاني النور، يبقى هنا النور قطع. النور ايه؟ قطع اللي انا كنت بعمله، يبقى حدثين قطعوا بعض. طب وين
ده رابط بيجي بعديه ايه؟ بسيط، تبقى الجمله الثانيه مستمر. يبقى لما يبقى في تقاطع الزمنين عكس بعض، لما يبقى في توازي الزمنين شبه بعض. طب ما تدينا مثال على التوازي؟ تعالى يا صاحبي، ما ادالكش ليه؟ تعالى اديلك مثال على التوازي. بص كده. She was listening to music while I was studying. هي كانت بتسمع مزيكا وانا كنت بذاكر. دول قطعوا بعض في حاجه؟ لا. يبقى في الحاله دي الرابط بتاعي while ياخد زمنين متشابهين. التقاطع زمنين عكس بعض، التوازي زمنين شبه بعض. يبقى لو while بيجي بعدها ماضي مستمر يبقى الجمله الثانيه ماضي مستمر. طيب اديني مثال كمان. هدي لك مثال لو when بقى. She listened to music. هي كانت بتسمع الموسيقى when I studied. لما كنت انا بذاكر. يبقى الاتنين برضو مالهم شبه بعض. صعب ده؟ مش صعب الحمد لله. يلا نشوف الدرس التاني. الدرس التاني كان بيتكلم عن حاجة اسمها الفيوتشر فورمز، تكوينات المستقبل، اللي اخدنا فيهم 3 تكوينات. التكوين الاولاني هو الويل والمصدر، التكوين التاني am is are going to والمصدر، التكوين التالت كان البريزنت continuous المضارع المستمر. طب ما يلا بينا كده نشوفه مع بعض. امتى بستخدم ويل والمصدر؟ قول معايا. قرار سريع، تهديد ووعيد. قرار سريع، تهديد ووعيد. وعد وعرض، طلب، حقيقة مستقبلية. وعد وعرض، طلب، حقيقة مستقبلية، أو تنبؤ بدون دليل. من الآخر كده لما تيجي تقرأ الحاجة في المستقبل اسأل نفسك سؤال، احتمالها قد إيه تحصل في المستقبل؟ لما بيكون بتعبر عن الاحتمال، لما تكون بتعبر عن الاحتمال هتستخدم إيه؟ هتستخدم ويل والمصدر. إزاي يعني؟ احتمال إن الحاجة دي تحصل أهو، احتمال ان الحاجة دي تحصل بنسبة 50%. يبقى في الحالة دي هستخدم ويل والمصدر. زي ايه؟ زي هوب يأمل، زي سينك يعتقد، زي بروميز يعد، زي ام شور انا متأكد، زي اكسبكت يتوقع او يتنبأ، زي سون قريبا، زي تومورو بكرة. اي كلمة من الكلمات اللي هتلاقيها دي كلها بتعبر عن احتمال، وطالما احتمال يبقى انا اختياري ويل وايه؟ والمصدر. طب تعالى هنا عندي am و is و are going to والمصدر، عكسها بقى شوية، اعكسها شوية تاني. am و is و are going to والمصدر، لازم تعكسنا كده اهو. am و is و are و going to والمصدر بتعبر عن الخطة، نية، قرار سريع. بص بقى، لو لقيت تنبؤ معاه دليل، حضرتك لو لقيت اي كلمة تدل على انك في نية مسبقة للحاجة دي، يعني في خطة انت مقررها، زي مثلا intend اللي هي بمعنى عزم، planned خطط، زي decided قرر والقرار ده كان من فترة. intention بمعنى عزم او نية، بس نية مسبقة. plan يخطط، تمام. decision بمعنى قرار. لما تلاقي حاجة من الحاجات دي، من الكلمات دي موجودة عندك في الجملة، على طول am و is و are going to والمصدر. مهمة جدا. يبقى الاحتمال والمصدر. حاجة هتحصل بالمستقبل ومعاك دليل عليها am is are going to والمصدر. طب حاجة مؤكد حدوثها في المستقبل القريب am و is و are والverb plus ing. يعني يا مستر حدث مستقبلي تم الترتيب الكامل له مسبقا. يعني من الاخر كده بنستخدم البريزنت كونتينوس المضارع المستمر اللي بيتكون من 3 حاجات، حاجتين am و is و are والفعل اخره ing. لما بيكون عندي نية مرتبطة بزمن، يعني في زمن وحطيته لك في الجملة مع دليل ان الحدث ده هيحصل في الوقت ده. بص كده، I'm traveling to Alex tomorrow. انا هسافر اسكندرية tomorrow. I have booked the ticket. بص انا قلت لك نيتك ايه بكرة؟ نيتك ايه في المستقبل؟ ان هسافر ليه؟ لاسكندرية. امتى؟
الزمن tomorrow بكرة. ايه دليلك؟ انا خلاص حجزت التيكت. يبقى كده راجع المستقبل معايا من الاول. احتمال والمصدر، تنبؤ معاه دليل going to المصدر، خطط مستقبليه حاجه انت ناوي تعملها في المستقبل ومعاك ودلوقتي بتجهز لها، يبقى going to المصدر. طيب نيه في وجود زمن مع دليل am is are verb plus ing. طيب في كلمات داله مستر على الحته دي؟ في كلمات داله على الحته دي. زي ايه؟ زي arranged من المرتب، زي prepared مجهز، زي organized رتبة، او زي arrangement ترتيبات. تمام. تعال بقى الجزء الصغير ده اللي ليه علاقة بحاجة اسمها الصفات المنتهية بالING والصفات المنتهية بالED. اسمع يا صاحبي، لما اقول لك صفة منتهية بالED دي صفة بتصف شخص ما، وخاصة موجودة في منهجك الترم ده انها بتصف اشخاص بس، ولكن انا حابب اديلك ضمير، يعني اقول لك انها بتوصف الشخص المتأثر بشعور ما. اي شيء متأثر، بابا ضربك فانت اتأثرت بالضربة بتاعته واتوجعت، هي دي. انما الصفة اللي اخرها ING هي الصفة اللي بتصف الاشياء المؤثرة، الاشياء صاحبة التأثير، زي the spider is frightening، العنكبوت بيكون مخيف، لكن انت زمان is frightened. العنكبوت ده شيء خد صفة اخرها ING، انما انت بشر انسان عاقل خدت الصفة الاخرها ED، لان انت عشان انت اللي هتكون متأثر. يبقى احنا اخدنا الED للانسان والING للحيوان او الاشياء. طيب تعالى نيجي بقى لدرس انا بعتبره لازم يجيب لك ليه سؤال في الامتحان، لان هو بيتكلم هنا عن حاجة مهمة قوي، الفرق بين الماضي البسيط والمضارع التام. احنا اخدنا ان الماضي البسيط. تعال نتكلم عن المضارع التام. المضارع التام هو الزمن اللي بيعبر عن حدث حصل في الماضي ولكن اثاره ما زالت موجودة في الحاضر. تمام؟ كلت بس الاطباق لسه متوسخة، لسه ما غسلتش المواعين، يبقى ده حدث حصل في الماضي اثاره ما زالت موجودة. تمام؟ طيب البريزنت بيرفكت المضارع التام، ماله المضارع التام بقى يا مستر؟ قال لي بيتكون من هاف او هاز والتصريف الثالث. هاف او هاز التصريف ايه؟ الثالث. السنه دي انت اول سنه تسمع عن التصريف الثالث؟ لا، السنه اللي فاتت سمعت عن التصريف الثالث في الباسيف في الترم الاول، سنه ثانيه اعدادي اخر يونت خدت حاجه اسمها الباسيف. طيب في التصريف الثاني الثالث للفعل ده بيجي بعد هاف او هاز. طب هاف بتيجي مع ايه وهاز بتيجي مع ايه؟ قال لي خد بالك، هاف هتيجي مع اي والجمع، اي حاجه جمع سواء كان ضمير او اسم. هاز بتيجي مع المفرد، هاز بتيجي مع المفرد. طيب الاستخدام بيستخدم امتى؟ حدث تم وله اثر في المضارع. تمام؟ طيب تعال نتكلم عن كلماته الداله لان هي اهم. نفي هاف وهاز ايه؟ قال لي طالما وراهم تصريف ثالث يبقى نفيهم هافنت وهازنت، بس بشرط احذر، لازم تصريف ثالث للفعل يجي بعد هاف او هاز عشان انفيها هافنت وهازنت. طيب من الكلمات الدالة على الزمن ده بستخدم ايه؟ ever never since for just already yet. تاني قولهم معايا، ever never since for just already yet. طب مستر ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. انا عايز اعرف كل واحده بتيجي فين. تعال for وسنس. for وايه وسنس. for بيجي وراها مده، since بيجي وراها تاريخ. تاني for بيجي وراها مده، since بيجي وراها تاريخ. طب ما يلا بينا بص كده، since اهي تمام، for اهي قصدي. for هيجي بعدها مده مهما كانت ايه، 2 years 3 years 4 days 50 days اي حاجه. تمام. اما since لازم يجي بعدها بدايه المده اللي انت هتعملها او نهايه المده. يعني بص كده، since اهي since 3 o'clock since May since last May since 2002 او 2002 في 2002. وسنس ممكن تيجي بعدها جملة كاملة بس شرط اساسي تكون ماضي بسيط. يبقى ركز هنا، since لو جت في النص
جا وراها جملة كاملة يبقى لازم هنا مضارع تام قبلها وبتعبر ويجي بعدها ماضي بسيط. طب يت بتيجي في نهاية السؤال ونهاية الجملة المنفية. في نهاية الجملة المنفية ونهاية السؤال. ركز ها، بتيجي في نهاية الجملة المنفية ونهاية السؤال اهو. مهم. طيب ما يلا بينا مستر. بص كده، احمد hasn't finished. يجيب لك نقط بقى هنا ويقول لك كده finish بس. طب انا اعرف منين يا مستر؟ يجيب لك يت في الاخر، يبقى هو عايزها في المضارع التام ودي نهاية الجملة المنفية، يبقى لازم اخليها hasn't finished. وتيجي في نهاية السؤال have you eaten your breakfast، وهنا يقول لك مثلا already. لا هي مش already، هي yet. طب already بتيجي في نهاية الجملة المثبتة. ما هو انا خدت المنفية واخدت السؤال، يبقى انا فاضل لي الجملة ايه؟ المثبتة. طب ايه اللي بتيجي؟ already بتاخد نهاية الجملة المثبتة وقبل البي بي، قبل التصريف الثالث. يبقى yet بتيجي في نهاية الجملة المثبتة وقبل البي بي اهو. يلا I have already cooked lunch. بص كده، ادي have وادي cooked، ادي التصريف الثالث للفعل البي بي، وادي كلمة already جت قبليه. طيب I have cooked lunch already، الجملة مثبتة، هل هي فيها not؟ ما فيهاش not، يبقى I have cooked lunch already في الاخر. يبقى كده الكلمات الدالة على زمن المضارع التام ever و never. ever بتيجي في السؤال قبل التصريف الثالث. never بتيجي في الإجابة في الجملة المثبتة قبل التصريف الثالث، غرضها النفي، لكن هي ما بتجيش في الجملة المنفية. خلي بالك ها. تاني since و for. since بيجي وراها تاريخ، for بيجي وراها مدة. just already yet. just بتيجي قبل التصريف الثالث، yet بتيجي في نهاية السؤال ونهاية الجملة المنفية، already بتيجي قبل التصريف الثالث وبتيجي في نهاية الجملة المثبتة. كده انا فاضل لي درس واحد بس بالظبط كجرامر ويبقى خلصنا مراجعة الجرامر كلها، وهو الدرس يا شباب اللي ليه علاقة بيونت 6 بتاع المودال فيربس. وده درس سهل قوي، يعني مش هيحتاج مننا مجهود الحمد لله. يعني احنا بنعبر هنا على النسيستي ولاك اوف نسيستي، الضروره والضروره القصوى والضروره اللي مش قصوى يعني. تمام. عشان تعبر عن الضروره في المضارع او في الماضي كنا بنستخدم هاز تو او هاف تو. وخلي بالك هنا ان هاف وهاز ما جاش بعدها تصريف ثالث، يعني ما تجيش تقول لي مش من الضروري يبقى تيجي تقول لي hasn't و haven't. لا، ساعتها هتنفي بكلمة doesn't have أو don't have to. وخلي بالك بيجي وراهم المصدر. بيجي وراهم ايه؟ المصدر. إنما في الماضي لو عايز أعبر إنه كان من الضروري فعل شيء بستخدم had to. جبت has to و have to بس فين؟ في الماضي. had to وبرضه بيجي وراها المصدر. طب لما اجي هنفيها مش هنفيها ب hadn't، وإنما هنفيها بفعل الماضي يبقى didn't have to والمصدر. ده كده الاتنين دول بيعبروا عن ايه؟ الضرورة. يبقى هو بص كده، احمد has to be at work at 8. ضروري ان هو يكون في الشغل الساعة 8. تمام احمد. يبقى انا عايز انفيها يبقى احمد doesn't have to. صعبة؟ مش صعبة. انما must بتعبر عن الالزام يا اولاد، بتعبر عن الزام، هو ضرورة بتساوي have to has to. يبقى انا ساعتها ممكن اقول must. تمام. فاقول علي must phone his sister، يجب على علي ان هو يتواصل مع اخته. must بيجي وراها فعل في المصدر. طيب تعال mustn't بقى. mustn't دي نفي must not. يبقى انا في الحاله دي باخد mustn't بيجي وراها فعل في المصدر بس تستخدم للتحريم والمنع والتجريم. خلاص. ومش معناها خالص عدم الضروره. يبقى انت خلي بالك mustn't مهمه قوي. طيب تعال نكمل. بنتكلم يا مستر عن ايه تاني؟ اليونت ده بيتكلم عن حاجه تانية اسمها الابيلتي والانابيلتي او disability، القدره وعدم القدره. طب انا بستخدم كذا طريقه لعدم القدره. عندي قدره في المضارع وقدره برضو فين؟ في الماضي. طب خلي بالك بقى،
لان انت لما تيجي تعبر عن القدره في الماضي هتستخدم كلمه كود اللي بيجي وراها مصدر اللي هي الماضي بتاع كان، اللي هي نفيها بيكون couldn't اللي بيجي وراها مصدر اللي هي النفي بتاع اللي هي المضارع بتاع كانت. يبقى عايز اجيب حاجه بتساويها القدره في الماضي تساوي was aware able to والمصدر اهي was aware able to والمصدر. طب عايز انفيها انفي فيرب تو بي. فيرب تو بي لما بيتحط في اي حاجه هو اللي بيرشق في كل حاجه. انا لا شيء معاكم في اي حاجه. تمام. فهو هنا في النفي انا ما حدش ينفيني، انا انفي نفسي بنفسي. انا بقول لك ده اسمه فعل توتو عضلات. يبقى wasn't able to weren't able to والمصدر برضو. خلي بالك النقطه دي مهمه قوي. القدره في الماضي could الماضي بتاعها couldn't بيجي وراهم مصدر. طب عايز اجيب حاجه بتساويها was able to او wasn't able to. اخر حاجتين موجودين معايا وهي النصيحه والاحتماليه. لما يكون عايز تقدم نصيحه لشخص او عايز تنصحه بحاجه هتستخدم should والمصدر او shouldn't والمصدر، ينبغي ولا ينبغي، ويجي وراهم فعل في المصدر برضو. انما في الاحتمال بتعبر عن الاحتمال بكلمه might والمصدر. تمام. بكده احنا نكونوا خلصنا الجرامر بتاع المراجعه كامله اهو على جرامر المنهج كله. راجعنا الكلمات والبريفكس والسفكس والسينونيم والانتونيمز، قلت لك هنذاكرها ازاي هي والديفينيشنز، واخدنا مراجعه الجرامر كله. يبقى يلا بينا نروح للديالوج. ورجعت لك تاني اهو، يلا بينا نبدا الديالوج. مشكلتك في الديالوج يا صاحبي ان انت ما بتعرفش توازن الامور كويس، يعني مش عارف ازاي تجاوب على السؤال ده كويس. رقم واحد لازم تقرا السطر اللي بيجي لك في الاول ده، عشان السطر ده مهم جدا بيعرفك الديالوج بتتكلم عن ايه. رقم اتنين تقرا الديالوج كله تماما من اوله لاخره عشان تميز اذا كان كلامك تخيل الكلام بيبقى مظبوط، اجاباتك تبقى مظبوطه. رقم 3 تبدا بقى تكون السؤال وتكون الاجابه. ولو سمحت بعد اذنك بلاش الاجابات المختصره، خليك في الكامل. وانا اصحابي كلهم شاطرين وانت شاطر من ضمن اصحابي، فيلا بينا يا صديقي عشان انا محرقش جاز معاك ومعلش احنا بنتكلم. يلا بينا. اي سؤال في الدنيا يا شباب وانت بتكونه لازم تبقى عارف ان هو بيتكون من حاجتين. ايه الحاجتين دول؟ قال لي الحاجتين يا مستر الاتي: اداة استفهام، فعل مساعد، فاعل فعل. تاني، اداة استفهام، فعل مساعد، فاعل فعل. خد بالك بقى من حاجة يا حمادة، ان الفعل المساعد ده هو المرتبط تماما بالفعل الاساسي. ايه ده مستر؟ تاني بعد اذنك الحتة دي. أداة الاستفهام دي مقدور عليها إن أنت بتعرف أدوات الاستفهام وبتجاوب بتحطها. بعد كده بيجي الخطوة التانية هي خطوة الفعل المساعد. الخطوة دي مرتبطة ارتباطا تاما بالفعل الأساسي. يعني إيه الكلام ده؟ قال لي يعني أنا دلوقتي جبت أداة الاستفهام يا مستر، حلو، وشلت الإجابة التي تدل على أداة الاستفهام. تمام. اعمل ايه بعد كده؟ قال لي الخطوه الجايه بتبقى الفعل المساعد. واسمعني في اللي اقول لك عليها. اسال نفسك في كام فعل. اسال نفسك في كام فعل. يعني ايه؟ بص في الاجابه اللي عندك وشوف لي كده وقول لي انت عندك كام فعل. عندك مثلا هنا فعل واحد، هنا فعل واحد. طيب الفعل الواحد ده مستر اعمل فيه ايه؟ لو عندك فعل واحد يبقى 1 من 3، لو عندك فعل واحد يبقى 1 من 3. بص كده اهو، من المصدر بطلع منه حاجتين: دو فعل مساعد، مصدر فعل اساسي. من المصدر اللي اخره اس بطلع حاجتين: does فعل مساعد، مصدر فعل اساسي. من الماضي بطلع حاجتين: did فعل مساعد، مصدر فعل اساسي. ايه ده مستر؟ يعني انت عايز تقولي من كل واحده من الثلاثه المكتوبين دول هطلع منهم 2؟ ايوه يا حماده هتطلع منهم 2. ايه هما الاتنين؟ يلا، مصدر دو والمصدر، مصدر اخره اس does والمصدر، ماضي did والمصدر. طب احطهم ازاي؟ شيل دول كده على جنب. بص كده بحطهم الفعل المساعد هنا والفعل الاساسي هنا. يبقى انا لو جالي في فعل في المصدر وانا طلعت منه دو المصدر، دو هنا اسيب مسافه
احط الفعل في المصدر هنا. طب طلع لي مصدر اخره اس، يعني هطلع منه does والمصدر. does هنا اطلع المصدر هنا. طب طلع لي ماضي، طلعت منه did والمصدر. ها did هنا، ها مصدر هنا. يبقى انا هنا دايما بحط الفعل المساعد وهنا الفعل الاساسي. صعب ده؟ الجدول التاني اللي لازم تعرفه. بص كده، فاضل لي هنا في النص الفاعل. يلا بينا خد الفاعل يا معلم. جدول I we تبقى you. I we في الإجابة بتتحول ليو في السؤال. me us في الإجابة بتتحول ليو في السؤال. my و our في الإجابة بتتحول ليور في السؤال. أي حاجة تانية تحفظ كما تطلع زي ما هي، تطلع زي ما هي. وما تنساش حاجة مهمة، الثوابت عندي انك تقول لك I am بتبقى are you و I was تبقى were you. طب يا مستر انت كل الكلام اللي انت قلته ده لو انا لقيت في الاجابة فعل واحد، طب لو كان عندي فعلين فعلين، تعال اقول لك تعمل ايه. لو عندك فعلين يبقى الاول مساعد والتاني اساسي. تاني، لو عندك فعلين يبقى الاول مساعد والتاني اساسي. يبقى I can go to park on Friday. انا عايز اعرف انت هتروح فين. يبقى where can والاي بتبقى you go. خدت الفعلين زي ما هما بنفس شكلهم. تمام. ده كده قصة تكوين السؤال في السريع عشان تبقى فاهم، لا اكتر ولا اقل. طب ما تيجي يا مستر والنبي اديني مثال. تعال اديك مثال. هدي لك مثال صغير هنا بس كده، موجود فين في الديالوج، من ضمن الديالوجز اللي كانت موجودة في الامتحانات السابقة، حليناها مع بعض في المذكرة. فاحنا هنا ايه، هنيجي للشرح. بص هنا my mother is سوري الاول انا عايز حاجة كده تحس انها ايه، انها صعبة بالنسبة لك. يعني عايز حاجة نحسها ان هي ايه، صعبة بالنسبة لك. I like reading scientific books. انا بحب قراءة الكتب العلمية. عايز اكون سؤال في الحتة دي. طيب ايه السؤال اللي بالعربي اللي تكون اجابته I like reading scientific books؟ ها الاجابة اللي بالعربي بص يا مستر انا هقول رقم 1 ايه القراءة او انواع القراءة اللي انت بتحبها. فكر صح. هو بيقول لك انا بحب قرايه الكتب العلميه، يبقى انت بتحب قرايه انهي كتب؟ ايه نوع الكتب اللي انت بتحبها؟ صح، بتحب قراءه صح كده؟ طب ما النوع دي اداه استفهام اسمها ايه؟ وات كايند. طب ما يلا بينا تعال نشوف وات كايند دي هتعمل فيه ايه. ركز ها، بص هنا ادي وات كايند اتحطت فيها مشكله؟ لا يا مستر. بعدها بشيل النوع scientific. طب انت عايز نوع ايه؟ what kind books. يبقى what kind of books. اهو دي اداة الاستفهام. what kind of books، ايه نوع الكتب. بعد اداة الاستفهام بيجي الفعل المساعد. طب الفعل المساعد ده بجيبه منين؟ اسأل نفسك فيه كام فعل. عندي 1 اهو. هو انا عندي 2 ورا بعض، بس ده مش مساعد. كلمة like دي مش مساعدة، مش فعل مساعد. طيب like هنا نوعها ايه؟ مصدر. طلع منه ايه؟ do المصدر. ادي do والفعل في المصدر احطه هناك like اهو. شايف انا بعمل ايه؟ الخطوة اللي اخلصها بشيل الحاجة اللي انا كنت شغال عليها. طب هنا خطوة الفاعل I we تبقى you، me us تبقى you، my our تبقى your. انا عندي I اطلعها فوق
you. كده فاضل لي ايه؟ reading نزلها. يبقى what kind of books do you like reading؟ اهي خلصت واجابه كامله. واجابه ايه؟ كامله. مش محتاجه منك حاجه. فهمت الفكره؟ انا عايزك تعمل كده. طيب مستر لو كان عندي السؤال بيس او نو، يبقى هتلغي الخطوه بتاعه اداه الاستفهام، يعني هتبدا بالفعل المساعد على طول. بص هنا كده yes I have visited it before، يبقى هبدا بالفعل المساعد. اسال نفسك في كم فعل؟ عندي كم فعل هنا؟ 1 2 have و visited. هل الاول ده ينفع يكون مساعد؟ have. يبقى ساعتها الاول مساعد والتاني اساسي، يبقى انا هبدا السؤال بهاف والتاني اساسي لان انا عندي فعلين have و visited. يبقى الاول مساعد والتاني اساسي، يودي visited هناك كده اهي. I تبقى you. كده فاضل لي ايه؟ eat before نزلها. ايه ده مستر ده سهل خالص. والله بس انت اللي ما كنتش ايه مركز او ما كنتش حاسس ان في صعوبه. تمام؟ ده كده كان بالنسبه لنا الديالوج. بس انا عايز اشرح حاجه في الديالوج مهمه جدا. ماذا لو جاب لك مواضيع ديالوج؟ يعني بص كده في حاجات كده معينه لازم نجاوب عليها في الديالوجز. اهي لما يكون بيتكلم عن اقتراح يا اولاد بالله عليك قول له كده let's والمصدر، shall we والمصدر، how about what about verb plus ing، why don't we والمصدر. لما تكون حابب انك تقدم اقتراح خلي بالك من حاجتين نهايات كل واحده فيهم. let's والمصدر نهايتها نقطه فول ستوب. why don't you او why don't we والمصدر اخرها question mark. would you like to والمصدر اخرها question mark. تمام؟ خلي بالك برضو الرد بتاعها لو انت موافق على حاجه that sounds like a great idea، او ممكن تقول له that's a great idea، او I'm not sure لو انت مش متفق معاه. ده كده في الاقتراح. عمل الشكوى من الحاجات المهمه جدا 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 جدا. لما يجي حد يقول لك how can I help you والكلام فوق ان انت عايز to make complaint، عايز تعمل بتاع ده شكوى، يبقى اول حاجه هتبداها بعد ما يقول لك الكاستمر الكول سنتر وركر يقول لك عامل خدمه العملاء يقول لك how can I help you، قول له I wanted to make a complaint على طول. يا اما تقول له الحاجه doesn't work، يعني هيقول لك ايه هي الشكوى فانت هتيجي تقول له الحاجه doesn't work مش شغاله. طب هو سمع منك فالكلام ده فهيرد عليك، انت هتكتب الرد بتاعه فتقول له it was horrible، لقد كان سيئا، ده حاجه. يا اما تقول له that's يا اما تقول له I ordered some، انا اشتريت حاجه 3 weeks ago من 3 اسابيع for my shop للمحل بتاعي. your website says the delivery takes 5 days but I'm still waiting. الموقع بتاعكم بيقول لكم ان انتوا تاخدوا 5 ايام بس انا لغايه دلوقتي منتظر. يا اما تقول له there is only one problem with it، في مشكله فيه، وانا بنصحك بحاجتين الاولى والتانية فقط. طب هو الرد على الحاجات ديت لما يسمع خبر ان في شكوى هيقول له ايه؟ I'm very sorry about that، او يقول لك oh dear what's the problem، ايه المشكلة؟ انا عندي شكوى. هيقول لك oh dear what's the problem، ايه المشكلة؟ I will call the delivery company. طيب انا هتصل لو هو عايز يقول لك حل المشكلة في التوصيل، طب انا هتصل بيهم. تمام؟ بعد كده جينا اتكلمنا عن التحيات. قلت لك عندي طريقتين للتحيات، تحية رسمية وتحية غير رسمية. هالو دي تحية رسمية، مرحبا، او how are you، او pleased to meet you، او I'd like to introduce myself، اود ان اقدم نفسي. يا اما جود باي، يا اما I'd like you to meet فلان، انا اود ان تقابل فلان. عكسها تماما في التحيات الغير رسمية. تمام؟ بدل هالو بقت هاي لان هما 2 صحاب. how's it going، كيف تسير الامور اللي هي بتساوي how are you. nice to meet you، او ان انت بتعرف حد على فلان فتقول له this is my friend كذا، وفي الاخر بتقول له باي. عايز اقول لك حاجه هنا بقى مهمه جدا.
لما يبقى في اتنين صحاب بيتعرفوا على بعض والاتنين واقفين مع بعض، فانت بتقول هلو صح؟ جيب لي مثلا عندي احمد ومنى، احمد وايه ومنى، قابلوا منال. طيب احمد يعرف منى ويعرف منال، بس منال ما تعرفش منى. شايفين الدايره؟ انت لما تيجي تقابل منال هتيجي تقول لها ايه؟ منال اقدم لك منى، منى هقدم لك منال، صح؟ مش انت بتعمل كده؟ عايزين نحول الكلام اللي انا قلته ده بالانجليزي. يبقى هتجيب الاسم الاول وتقول ميت قابلي، ولاحظ ان بعد الاسم انا جبت كوما، وتقول ميت قابلي اسم تاني، الاسم التاني بتاعها. يعني منال ميت منى، منى ميت منال. فهمنا الفكره؟ صعب كده؟ طب نيجي دي برضو في المقابله الغير رسميه see you later. برضو لما تيجي تتكلم عن الخبره بقى عامه بشكل عام how long have you lived in this house، او ممكن تتكلم عن how long كام المده. عامه الجزئيه دي برضو موجوده عندك في المذكره، اقراها كويس قوي. لما تيجي تسمع اخبار كويسه او عايز تقول خبر كويس I have a good scholarship، انا حصلت على منحه، او I have won an award، او لقد فزت بمكافاه، او I have got some good news، انا استمتعت او سمعت حصلت على اخبار جيده I have won award، انا فزت بحاجه. كل دي اخبار كويسه. لما تيجي تجاوب او تقول رد عليها تقول لي well done that's incredible، او what an amazing achievement، او wow you did really well، او you worked really hard، او تيجي تقول لي congratulations او well done. بكده يا شباب احنا نكون راجعنا اهم المنهج كله بتاعك كده، لميناه كده كله على بعضه. بص بقى، انت طالب محترم جدا وتابعت الفيديو دوت، والفيديو ده مدته ساعة ونص تقريبا او ساعة. فحضرتك بعد ما هتخلص هتبقى محتاج انك تحل المذكرة اللي انا اديتها لك في المعهد. حل المذكرة الموجودة معاك في المعهد هتلاقيه في فيديو تاني موجود اللينك بتاعه جوه المذكرة نفسها، تمام؟ طيب غير كده حضرتك هتبعت لي على الواتساب اللي موجود، اللي رقمه هيظهر عندك ده دلوقتي. ليك مني يا باشا ان انا هكون معاك لحد صباحيه الامتحان، لحد ما تخش اللجنه. حضرتك واقف معاك حاجه هشرحها لك فيديو، اشرحها لك صوت، عينيا ليك، تمام؟ حضرتك في اي حاجه متعطله معاك، في اي معنى كلمه واقف معاك، انا تحت امرك. اول ما هتبعت لي هبعت لك نماذج الامتحانات بتاعت السنه اللي فاتت اللي احنا حليناها في المراجعه بالمناسبه، وهبعت لك كمان نموذج الاجابه بتاعتها. ولو في اي حاجه تانية انت محتاجها مني ارجوك كلمني، انا موجود لحد صباح الامتحان، لحد ما هتيجي تخش اللجنه. وفقكم الله جميعا. مبدئيا كده انا يعني بودعكم بنهايه الترم، والحقيقه يعني طلابي الاحباء انتوا اخواتي الصغيرين، وانا مبسوط باللي انتوا وصلتوا له. احنا ما كناش هنوصل للحل ده كله غير بفضل تعبكم انتوا. احنا حلينا زياده عن 5000 سؤال في التشويس، زياده عن 1000 سؤال في الكوريكت، في الكومبليت سوري بتاع الجرامر، سؤال زياده عن 500 سؤال كومبليت، زياده عن 100 دايلوج، زياده عن 59 باراجراف. ما اعتقدش ان انت ناقصك حاجه من كده تاني. القطع حلينا زياده عن 40 قطعه، فانت كل ده حليته. انا عايزك بقى بكره تركز كويس قوي، تركز كويس جدا في الامتحان، خطك يبقى نظيف، دنيتك تبقى منظمه، حياتك كلها كده تبقى داخل الامتحان كده منسجم. انا داخل يا باشا امتحانكم ده اي كلام، انا حليت كل الصعب، حليت اللي قبل كده كله، فانتوا امتحانكم مهما كان صعب انا سهل بالنسبه لي، لان مفيش اصعب من اللي احنا حليناه سوا مع بعضينا. اما بقى بالنسبه للطالب الغريب اللي عندي، كان معاك مستر احمد خالد، مدرس اللغه الانجليزيه بمنطقه العجمي في الاسكندريه. اتمنى ان تكون انت استفدت من الفيديو ده، وان شاء الله يعني انا حاولت على قد الامكان الم منهجك كله في الفيديو دوت. فعشان خاطري ذاكر كويس، وانا معاك زي ما قلت لك، الارقام موجوده مش هتروح، معاك على الواتساب في اي وقت في اي مكان في اي حته، ومعاك تليفونيا. وما تنساش تذاكر كويس. عزيزي الطالب، بشكرك على الترم الجميل ده، ومستني نتيجه تعبك وتعبي معاك، ومستني النتيجه بتاعتك اللي هتكون وسام على صدري
وتكون وسام ليك انت على ان انت كنت قد التحدي. شكرا عزيزي الطالب، روح لامك.